القط بتاعي بيهرش بشكل كبير، ولما جيت ابص عليه وابص بين شعره لقيت حشرات بتجري بشكل سريع وبتنط وبتمسك في حاجات تاني بره. الحشرة دي اسمها ايه؟ دي البراغيث. البراغيث هي حشرات بتصيب القطط خصوصا في فترة الصيف. الحشرات دي بتجيلهم من ايه؟ بتجيلهم من القعدة جنب الشوزات، خصوصا القطط والكلاب بيحبوا يلعبوا جدا في الشوزات. بيجي بسبب القعدة في جنينة او القعدة جنب زرع بشكل كبير بتجيب لهم براغيث. كمان لو في طيور او طيور زينة موجودة في البيت بتنقل لهم البراغيث. اخر حاجه لو هما بيخرجوا بره البيت برضو دي من الاسباب اللي بيجيب لهم براغيث. طيب ايه مشكله البراغيث دي؟ البراغيث دي بتبدا تقرص الفنا وبتنقل له امراض خطيره زي طفيلات الدم ومنها الميكوبلازما. كمان يخليه يجيله حساسيه ويهرش في جلده بشكل كبير وممكن يعوره ويجيب لنفسه بكتيريا على جلده. يبقى احمي اليف ازاي من البراغيث دي؟ اول حاجه يكون بيطعم حشرات بشكل مستمر ومحافظ على الميعاد الدوري بتاع التطعيم بتاعه في ميعاده. كمان ان احنا نمنع عنه اسباب الاصابه اللي هي الخروج بره والتعرض لزرع بشكل كبير والتعرض للشوزات او الطيور الزينه. انا دكتور مينا ودي عيادة بيت واي.